احنا بنركب حوض مطبخ زي ما احنا شايفين كده، بنركب حوض من نوعيه هانز. طبعا الخلاط بتاعه بروجي ما علينا بالخلاط، خلينا في الحوض. احنا بنركب دلوقتي حوض هانز مساحته 80 سم. طب دلوقتي احنا في ناس كتير جدا وبنلاقي بنروح عند عملاء يقول لك معلش انا محتاجك تركب لي الحوض بالكليبسات والدبل فيس. طيب مفيش مشكله، احنا عشان نركبه بالكليبسات والدبل فيس لازم يبقى ليه يعني مواصفات معينه، زي مثلا ايه يعني اقرب كده معايا. انا مثلا عندي هنا رخامه ببقى محتاج بقى كده عن حوالي داير ما يدور هنا كده 3 أو 4 سم، ده اقل حاجه 3 أو 4 سم هنا كده زي ما انا شايف، عشان اعرف اركب الكليبسات دي واعرف امد ايديا بمفك، لان انت طبعا بتتركب بمفك. فلازم يعني حضرتك لو انت محتاج تركب الحوض يعني بالنبي، لو حضرتك محتاج تركب الحوض بتاعك بكليبسات، تعرف بتاع المطابخ اللي بيعمل لك المطبخ تقول له انا محتاجك تخلي لي فراغ السباك داير ما يدور الحوض عشان يركبوا الكليبسات، لان احنا ساعات بنروح مكان بنلاقي الخشب يا دوبك على الرخام، يا دوبك هي الحله نازله بالظبط، فما فيش مكان ان انا اعرف اركب الكليبسات او الكلام ده، فبضطر انا بركبه بسيليكون. والعميل بيجي يقول لك انت بتستسهل ومركبه لي بسيليكون وانا عايزك كنت تركبه لي بالكليبسات او دبل فيس والكلام ده. طبعا احنا هنشوف هنا كده المكان ده عندي هنا، احنا هنا في المكان ده هنشوف هنا المكان هنا هيركب معايا بالكليبسات وبالدبل فيس، هنشوف مع بعض دلوقتي هركبه ازاي. اول حاجه هنا ادي الحله، طبعا احنا ركبت الخلاط فيها، بتجيب الدبل فيس هنا كده. طبعا كل الكلام ده الناس عارفاه، يعني انا مش بقول حاجه الناس ما بتعرفش تعملها، الكلام ده كله الناس كلها عارفاه. ادي الدبل فيس اهو، بنبدا بقى بيه هنا كده اهو، يعني هنا كده دي ادي الماده اللازقه اللي بتلزق في الحله، وبعد كده الكثافه دي كلها مع ضغط المسمار بيقفش، بيبقى ما بين الرخامه وما بين الحوض الدبل فيس ده كده، فبتلاقي بيمنع تسريب ميه خالص. فاحنا بتبتدي كده اهو، يعني ادي دبل فيس اهو. طبعا الناس كلها بتعرف تعمل الكلام اللي انا بقوله ده، انا ما بعلمش حد. وهتبدا تلف بيه داير ما يدور هنا كده، ادي على الطرف ده كده اهو، هتبدا تلف لحد ما تلف ايه على الحوض كله. خلاص اهو الحوض كله لفيته داير ما يدور بالدبل فيس. وطبعا الدبل فيس لازق فيه. اولا يا جماعه الحوض ده نوعيه نظيفه ما شاء الله، ربنا يبارك لاصحابه، ده حوض نوع كويس. فالدبل فيس بتاعه اللي جاي معاه نوع كويس، لان احنا بصراحه بتقابلنا ساعات احواض يجي الدبل فيس بتاعها بيبقى سيء جدا ومقرف جدا يعني. فبرضك من ضمن الحاجات لما انت محتاج بتعمل الحاجه الصح لازم تجيب حاجه محترمه وحاجه نظيفه. هنا اهو بالدبل فيس زي ما شفناه، والخلاط اللي انا مركبه هنعمل ايه بقى؟ هركب برضك الصرف معايا، ونركب الفايز ده اللي هو هنا ده بتاع الصابون معانا. هنا الحوض ده وفيه فايز اهو، ادي الفايز، ودي هنا كده عشان لو معايا مصفى الكلام ده اي زي ما يكون يعني. ادي هنركب معانا، المهم هنركب شبكه الصرف بتاعته قبل ما نركبه على الحوض على طول. هنا خلاص اهو جمعنا الصرف والخلاط راكب والدبل فيس كده. اخر مرحله اللي هو التثبيت في الرخامه، هنثبته بقى كده. هتاخد الحوض طبعا وهتحطه عادي يعني، خلاص كده اهو ادي الحوض نزل معاك. تبدا بقى تعدله لو في سنه كده او سنه كده، خلاص كده معانا لو في سنه كده او سنه كده هتبدا تعدل. وبعد كده بقى نبدا تركب الحوض من تحت فيه شفه. طبعا الكلام ده اخوات الفنيين هم اللي عارفينه مش العميل، يعني هو العميل ليه في الفيديو ده ليه دور والفني ليه دور. لو حد ما يعرفش فكره الدبل فيس، بس طبعا هو الموضوع سهل والناس كلها تعرف تعمله، يعني هي حاجه سهله جدا. في مشقبيه عندك تحت في الحله هنا كده، ممكن اوريها لك تاني اهي اهي مش مهم. بص معايا كده معايا، في مشقبيه اهي اللي هي المشقبيه دي، ده هنا كده بيخش معاك كده اهو، ودي بتبقى في قلب الرخامه، دي في رخامه مثلا زي كده تمام. ولما بنحط المشقبيه وتيجي تقرط على المسمار ده، المسمار ده بتشد الحله، بيعمل زي زنق ما بين الاستانلس الحله وما بين الرخامه. طبعا الموضوع سهل، ادي المشقبيه داير ما يدور. هنا ممكن تحط 2، وفي الجنب الناحيه 2، هنا ممكن تحط 3 و3 او 2، حسب ما يكون الحوض محتاج معاك. هنثبته. هو طبعا التثبيت بتاعه بيبقى صعب جدا، لان بتضطر ان انت تبقى نايم تحت الحوض كده اكنك ميكانيكي وايه بتصلح في العربيه. فهنشوف كده مع بعض.
هنا كده اهو، ادي الكليبسات ركبت لمت كلها داير ما يدور في الحوض زي ما احنا شايفين كده. دي كده الكليبسات، كده الحوض راكب بالكليبسات والدبل فيس مش بالسيليكون. هنا بص بقى الدنيا واسعه ازاي، نعرف نتحرك يمين وشمال وداير ما يدور، تعرف تركب بالمفك. هنشوف بقى من فوق. راكب بالكليبسات مركبش بسيليكون. على فكره العميل ما طلبش مني ان انا اعمل الكلام ده، ولا الباشمهندسه برضك، انا اللي قلت لها مع اول ما قلت لها الحوض ان شاء الله يعني هيركب بكليبسات. قالت لي فعلا انا عايزاه يركب كده مش عايزاه بسيليكون، فقلت لها الحمد لله هو نصيبه ان هو جاي المطبخ زي ما احنا قلنا في مكان اللي انا اقدر امد ايدي ومفك ونركب الكليبسات والكلام ده. ده هنا كده الحوض، هو الحوض ده هانز زي ما قلنا، ركب عليه خلاط جروهي. الخلاط ده جديد يعتبر، ده من اول الخلاطات اللي انا اركبها. تعالى كده صور خلاط. هنا الخلاط ده ما فيهوش يد، ما فيهوش هاند، ما فيهوش اي حاجه. الخلاط ده شغال زي الخلاط السمارت كنترول، خلاط تاتش اهو. هنا خلاط تاتش، هنا ده كده، هنا ده ممكن تشد تتحكم في الميه من البقره دي. هنا دي بقره اهي، ميه جديده ميه ضعيفه الكلام ده. خلاط ده سمارت زي ما قلنا. في هنا كده زي ترموستات اهو، البقره دي الصغيره دي يظبط منه السخن والبارد الخلاط نفسه. مش موضوع الخلاط بس، احنا برضك حبينا ان احنا نقول ايه ان الخلاط معانا يعني حاجه جديده زي ما احنا شفنا كده. طبعا جروهي كل يوم في جديد، وزي ما احنا متعودين بفضل الله الصناعيين المصريين اي حاجه بتقابلنا بفضل الله مفيش حاجه بتقف قصادنا. نرجع لموضوعنا اللي هو الحوض. بكرر تاني وبعيد تاني، لو حضرتك عميل او مهندس ومحتاج الحوض يركب عندك بالكليبسات، تبلغ الراجل اللي هيجي يفصل لك المطبخ او الشركه اللي هتعمل المطبخ، تعرفه تقول له انا محتاج حوالين الحوض داير ما يدور لا يقل عن 5 سم عشان محتاج الحوض يركب بكليبسات. لازم تعرفه لو جه الحوض الخشب قافل يا دوبك على الحوض، عمر ما في صنايعي هيعرف يركب بكليبسات ولا هيركب بالدبل فيس زي ما احنا شفنا كده. دي كانت حاجه بسيطه، يا رب اكون قدرت افيدكم. ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب عشان يصلكم كل جديد، والسلام عليكم.